السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. الفيديو اللي معايا النهاردة ده مهم جدا 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 انك تسمعيه، هتستفادي منه كتير قوي 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 لنفسك انت. اللي مش مشترك معانا يشرفنا باشتراكه. طبعا الفيديو ده يا جماعة فيديو شعر، بس انا هتكلم بمنتهى الامانة وهنقل الصورة بمنتهى الامانة، والله والله والله. طبعا الزبونة اللي معانا راحت عملت شعرها احمر. في ناس كتير بتحب اللون الاحمر ومن عشاق اللون الاحمر، انا عن نفسي بحب اللون النبيتي جدا. كان نفسها تعمل اللون، فراحت للكوافيره بتاعتها قالت لها عايزه اعمل اللون، فعملت لها اللون وتمام. فقالت لها عايزه اعمل بروتين، فعملت بروتين. طبعا هنا المشكله بقى، هنا انا اتكلم بحكم ان انا كوافيره. طبعا البروتين يا جماعه كلنا عارفين، ده اللي مش كوافيره المفروض تبقى عارفه الكلام ده، ان البروتين بيغير لون الشعر. طبعا هي لما عملت عليه بروتين اللون ارنج، واللون قلب اورنج خالص، والشعر ضرب، والشعر بقى شكله زباله، والشكل بقى مش لطيف خالص. فالزبونه زعلت واتضايقت، وحصلت مشاجره بينهم، واختلفوا مع بعض بقى على الفلوس. انا مش هديكي، ما قلتليش ان هو هيبقى كده. طبعا الكوافيره عشان تخلع نفسها قالت لها البروتين هو اللي غير اللون، انا كنت عاملاه لك حلو وجميل. فطبعا هي قالت لها انت كنت قولي لي وعرفيني ان اللون هيبقى كده وهيقلب معايا وهيضرب بالشكل ده، انا مش همشي من عندك من هنا، انا شكل البغبغان وجوزي هيبهدلني ومش عارفه ايه. المهم شدوا مع بعض. شايفين الخصله اللي انا عاملاها دي؟ هنحكي عنها بعدين، بس اتاكدوا منها شكلها حلو جدا جدا في الشعر. المهم حصلت مشاجره بينهم واختلفوا على الفلوس، وحصلت مشكله هنا. فطبعا الشكل الشعر ما كانش لطيف وما كانش عاجبها، وكانت خايفه تروح بيه لجوزها. المهم روحت، قالت لها ده هيهدى ومش هيهدى ومش عارفه ايه. المهم روحت. فاسبوع والتاني سمعت كلام التانية ان اللون هيهدى وهيتغير. اللون ما اتغيرش، اللون كل مدى ما بيفتح طبعا، لان البروتين ازاي اعمل شعر احمر اشتغل عليه بروتين، او شعر نبيتي اشتغل عليه بروتين؟ ده طبعا استحاله استحاله، دي حاجه يعني استحاله. انا بتكلم هنا على النقطه دي، ان الكوافيره هي اللي غلطانه، الزبونه مش غلطانه. لان الكوافيره المفروض ان هي تقول لها ان اللون ده هيتغير وهيدي معاكي اورنج. قبل اكمل ما اكملش يبقى وقف الشغل والموضوع انتهى، ابقى خليت مسؤوليتي. طبعا هي ما قالتش واشتغلت على طول هوب، فالموضوع حصلت مشكله. ومن هنا الزبونه غلطتها وقالت لها انت لو كنت قلتي لي ان اللون هيتغير، انا عامله بناء على ان اللون يتفرد معايا ويبقى اللون جميل وهيبقى اللون ده. المهم مشت الزبونه، اختلفوا مع بعض ومشت الزبونه. قعدت اسبوع في التاني، فاللون بيفتح بزياده. فطبعا جابت صبغه سودا من الصيدليه واصطبغت لنفسها اسود، وما حبتش اللون الاسود. رجعت جابت تشقير واشتغلت تشقير، الشعر لطش معاها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الشعر نشف بقى من كتر الصبغه واتقصف، وزي بصوا زي المحروق. جات لي طبعا قالت لي عايزه اعمل اي حاجه، اعملي لي اي حاجه بالله عليكي، غيري لي شكله، اي شكل اي حاجه فيه. طبعا انا قلت لها استحاله، الشعر لازم يتقص ويتسوى والبايظ فيه كله يتعالج. عملت لها خصله تيست كده، الحمد لله ادت لون. حاولنا نجبر بخاطرها ونراضيها، بس يا جماعه بلاش اللي عامله احمر تجازف وتعمل بروتين. ده كانت نهايه الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.